السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن فنان وممثل ومخرج ومنتج مصري من مواليد اسكندرية، وبيعتبر من جيل الرواد في السينما المصرية، ومن أشهر نجوم فترة الثلاثينات والأربعينات. كون فرقة مسرحية مع بنته إحسان وابنه فؤاد، وعمل في العديد من المسرحيات في فرقته، مثل الصياد ومظلوم يا وعدي وده شرفي وكوني ضاحكة واللي ما يشتري يتفرج. اشتهر بتقديم شخصية المعلم بحبح، ولعبت بنته إحسان قدامه دور الزوجة. من أعماله في عام 1919 قدم فيلم مدام لوريتا، وفي عام 1923 قدم فيلم بلاد توت عنخ آمون، وفي عام 1934 قدم فيلم المندوبات، وفي 1935 فيلم البحار وفيلم المعلم بحبح، وفي عام 1936 قدم فيلم أبو ظريفة، وفي 1937 فيلم ليلة في العمر وفيلم مبروك، وفي 1938 فيلم بحبح باشا، وفي عام 1939 فيلم خلف الحبايب. وله أيضا من الأعمال والله يا حضرة السكرتير كمان يومين علينا بالحالة دي. الفنان الراحل فوزي الجزائري، كان تاريخ ميلاده 21 يوليو عام 1886، وتاريخ وفاته كان 23 فبراير عام 1947. توفي عن عمر 61 عام. الحساب من فضلك. كنا نتحدث عن الفنان الراحل فوزي الجزائري رحمة الله عليه وممثلين زمان. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.